وقبل مشاهدة الفيديو ندعوكم لمساعدتنا من فضلكم لإكمال 1000 مشترك قبل نهاية شهر ماي. شكراً. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الموعد الرسمي لافتتاح المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، والمقرر خلال شهر شتنبر المقبل، ليكون من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة في المملكة هذا العام. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المجمع الرياضي الحديث سيدشن رسمياً بمباراة قوية للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره منتخب النيجر، وذلك ضمن أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2029 التي ستقام بشكل مشترك في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وكان من المخطط أن يتم افتتاح المجمع خلال شهر يونيو المقبل باحتضان المباراتين الوديتين لأسود الأطلس أمام منتخبي تونس وبنين، إلا أن تقدم الأشغال واللمسات الأخيرة التي يشهدها المجمع حالياً حالة دون ذلك، ما اضطر الجامعة الملكية إلى تأجيل التدشين الرسمي إلى غاية انطلاق تصفيات المونديال. ويعد مجمع الأمير مولاي عبد الله أحد أبرز المنشآت الرياضية في المغرب، ويأتي تجهيزه وفق معايير دولية حديثة استعداداً للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر الكرة المغربية، خصوصاً تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 3020 بشراكة ثلاثية. وفي سياق متصل، ينتظر أن يتم افتتاح الملعب الأولمبي المجاور للمجمع يوم 25 من مايو المقبل، على أن يحتضن فعاليات ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، الذي يعد إحدى محطات العصبة الماسية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم في السباقات والمنافسات الميدانية. وتشير التوقعات إلى أن الملعب الأولمبي قد يستضيف أيضاً المباراتين الوديتين للمنتخب المغربي أمام تونس وبنين، في حال تعذر إجراء اللقاءين على أرض المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بسبب الأشغال المتواصلة. وبهذا تعزز العاصمة الرباط مكانتها كمركز رياضي إقليمي وقاري من خلال منشآت حديثة تستجيب لأعلى المواصفات الدولية، في وقت تسير فيه المملكة بخطى ثابتة نحو تنظيم أفضل البطولات العالمية في السنوات المقبلة.